حضرتك بالنسبه لمادتي مادتي اسهل ماده بتذاكر، اللي الطالب بيجد فيها صعوبه هي اسهل ماده بتذاكر، اللي الطالب بيذاكرها غلط. انا مش همسك صف كلمات واروح حافظه، لا مفيش الكلام ده. انا هحفظ الكلمات كتير، هحفظها من فين؟ من خلال التكست، النص نفسه اللي مكتوب في كتاب المدرسه. في نصوص المنهج جديد وشيق، شيق السنه دي. اقرا النص نفسه، واقرا النص وانت بتقرا السنتنس الجمله كده، علم على الكلمه كده بهايلايتر كده الكلمه الصعبه. لقيت كلمه سكسس، ده مثال اهو، يعني نجاح. هجيب المرادف بتاعها ايه بعد كده؟ اجيب اصل الكلمه ايه؟ سكسس دي نجاح، ده نون. طب انا عاوز الفعل بتاعها يبقى سكسيد، هجيبه من بره ادور عليه. ما هو النظام الجديد كده، انت بتحلل. سكسيد يعني ينجح. طب انا عاوز الادجكتيف الصفه يبقى سكسسفول. طب عاوز الادفيرب الحال يبقى سكسسفولي. وكل واحده من الحاجات دي بارتس اوف سبيتش ليها فانكشن، وظيفه. الادجكتيف الصفه بتصف الاسم، اقول سكسسفول مان، رجل ناجح، مش هقول سكسس. ده كل ده بقى هو المفروض الطالب هو اللي بيعمله. طبعا انا النص بقراه، وهنقيس على كده بقى لو مثلا في ماده لغه عربيه، في ماده التاريخ، ده نقطه محوريه. النص الريدنج اللي هو مكتوب في كتاب المدرسه او الليسننج، انا بقراه وبحلله، هو ده التحليل. اجيب الكلمه المرادف بتاعها ايه؟ بريفير يعني يفضل، ليها معنى تاني اكيد. طب الاوبزيت بتاعها ايه؟ الانتونيم، العكس بتاعها. كل ده الطالب بيدور عليه. وطبعا في مصادر كتير للمعرفه. ما اجيش انا ما التزمش بالنص كده اللي هو بتاع كتاب المدرسه او قاعده جرامر، لا ادور على القاعده ودي اكزامبل، مثال. ده بالنسبه للجرامر. طب في مشكله بتحصل عند الطلبه برضو، ان هم بيشوفوا ان وخصوصا بقى لان زي ما قلت لحضرتك السوشيال ميديا طبعا مخليه الولاد يمكن حتى اذكى مننا في النقطه دي، لكن هم بيشوفوا ممكن ان المنهج مش شيق، مش جذاب. لا جدا. ايه اللي ازاي نخلي فعلا المنهج شيق بالنسبه للولاد، ان هم يبقوا حابين؟ زمان كنا بنبقى حابين نروح المدرسه، حابين ننجح، عايزين بقى دول الولاد نفس الحكايه. انا بتعلم بالانجلش تو سبيك عشان اتكلم. لو خدت النقطه دي كده كويس هيبقى في عندي حاجه اسمها اثاره وتشويق اللي انا ادرس. يعني انا بدرس المنهج الجديد بيتكلم على الاثار السياحيه اللي موجوده في مصر. الطالب مش عارف يا عيني اسكندريه فيها ايه، مش عارف مكتبه اسكندريه والمراسي وعمود السواري، مش عارف الكلام ده. ما هو ده الفرق بين الجاهل والمتعلم. ايه يا فندم؟ اللي هو بيثقف نفسه. هثقف نفسي ازاي؟ من خلال الموضوع نفسه اللي انا بدرسه. الطالب بيجيب كلمات، انا مش عاوز كلمات، انا عاوز الكلمه اللي بتحفظها من خلال التكست نفسه، النص نفسه اللي موجود. انا هقرا واثقف نفسي، ده اثاره. انا كمدرس عرفت حاجات كتير جدا على اثار مصر انا ما كنتش عارفها من خلال النص نفسه. يعني حضرتك بتنصح الولاد دلوقتي من اهم الحاجات ان هم يبداوا ان هم يعملوا تحليل ويبدوا ارائهم. طبعا. يعني ده الجديد في التعليم. طبعا. ما يبقاش مجرد حاجه استنباط قاعدين عليها. لا وبعدين السؤال بيجي له حضرتك، السؤال كل تشويسز، اختيارات. طب انا هعمل ايه؟ اول حاجه افكر في السؤال نفسه، بيبقى فيه حضرتك ما هي الاجابات بتبقى شبه بعضها. لا في حضرتك. طب ما انا هدي لحضرتك بقى الوسيله اللي انا اختار بيها. رقم حاجه احلل السؤال كويس. رقم 2 احدد الحاجات المفاتيح بتاعت الحل. بيبقى في كلمه او 2 بتقول لي اختار الكلمه دي او الاكسبريشن ده او الفريز دي او العباره دي. رقم 3 بستبعد الاجابات معينه من الاربع اجابات. استبعدت اجابه او اجابتين يبقى عندي اجابتين، فيبقى اسهل بالنسبه لك. رابع حاجه احدد الاولويه. ده بناء على تحليلي بقى ومذاكرتي والكلام ده. يبقى 4 طرق. اقرا السؤال كويس جدا جدا، وادور على مفاتيح الحل اللي في السؤال نفسه، سواء كلمه او كلمتين بتقول لي اختار الاختيار المعينه. اعمل استبعاد لاثنين من التشويسز، الاختيارات، وبعد كده اشوف عندي 2 اختار الاولويه بقى. انهي الصح.